السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نكمل لكم على الجينواز اللي درت لكم اخر فيديو. هاي الجينواز ديالي قطعتها كيف ما كتشوفوا، خرجت لي 3 ديال الطبقات متقاددين. غادي نخلي لكم الرابط ديال الجينواز في صندوق الوصف. دابا ان شاء الله غادي نعمرها بالكريمه ديالي. غادي نستعمل هاد الكريمه، هاد النوع ديال الكريمه، هذا هو اللي تيعجبني وترتاح نخدم به. بالنسبه للسيرو باش غادي نسقي الجينواز ديالي، عندي هنا السكر ولا فاني، تقريبا نص كاس ديال السكر ولا فاني وكاس ديال الماء غادي نستعمل، وغادي نعمرها بهولالا. غادي نصايب السيرو هو الاول ونتلاقاو ان شاء الله. بهذه الطريقه غادي نصايب السيرو. غادي ندير سكر الفانيليا ديالي، سكر سنيده، كاملين راه حنا كنعرفوا كيفاش كيتصايب السيرو. بغيت نشارك معكم كل المراحل ان شاء الله. دابا غادي نرجعو فوق البوطه يغلي حتى يغلي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نسقيو الجينواز ديالنا. من بعد ما درت السيرو ديالي يغلى، غادي في اثناء هذا الوقت غادي نطرب القشده ديالي حتى ترجع كريمه. بسم الله. القشده كتكون بارده، غادي ندير غير الكميه اللي غادي نستعمل وغادي نطربها. من بعد ما طلعت الكريمه ديالي ها كيفاش كتجي، خصها تكون بارده باش كطلع مزيان وما كتعذبناش في الخدمه. والسيرو ديالي وجد. دابا ان شاء الله غادي نعمر الجينواز ديالي. درت هاد الاناء، درت فوقو هذه اللي غادي نحط فوقها لي طرونش ديالي. بسم الله. هذا هو الوجه الفوقاني اللي كان من الفوق، غادي نديرو هو لتحت ونسقيها مزيان. انا الجينواز ديالي راه بيدتها باش تقطع كتجيني ساهله، ما كتبقاش تفرتت بزاف. كنسقيها مزيان. ملي كتكون الجينواز بارده خاص السيرو ضروري يكون سخون. ضروري كتسقيو الجناب مزيان، هاد الجناب بحال هاد الطريقه. بهاد الطريقه كتسقيوها. من بعد ما كملتها بالسقوه غادي ندير الكريمه ديالي. وغادي نحاول نسرحها بشكل متساوي بهذه الطريقه. ان شاء الله دابا ندير معكم كريمات اخرين، كريمه ديال اللوز كتجي هائله. من بعد ما سرحتها بشكل متساوي غادي ندير الطرونش الثانيه وكنضغط عليها واحد شويه هكذا ونسقيها. راه كتصايب بطريقه سهله، راه خاص الواحد غير يزعم شويه. جينواز كيف ما شفتوا معايا في الفيديو الاخر سهله بزاف، وتعملها انت تعمل بطريقه سهله.
واقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المقادير. عاوتاني غادي نسرح هكذا. كنحاولوا نديروا الكريمه بشكل متساوي، ما يكونش بلاصه فيها بزاف وبلاصه شويه باش كتجينا مقادده. دابا غندير الطبقه الثالثه. من بعد ما غطيت الجينواز ديالي كامله بالكريمه، سمحوا لي راه المقطع الاخير ديال الطبقه الثالثه لا ميموار عمرات وما انتبهتش ليها، ولكن راه تبعت المراحل كيف ما بينت لكم الطبقه الاولى والطبقه الثانيه عادي. من بعد ما غطيتها كامله بالكريمه، دابا غادي ندخلها للمجمد. تجمد ليا الكريمه ديالي ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدوا الكلاصاج ميغوار. كلاصاج ميغوار غادي نديرو بالشكلاط. بالنسبه للكلاصاج ديال الشوكولا غادي نستعمل 125 غرام ديال الشوكولاط مربعات، اي نوع الشوكولاط عندكم استعملوه. 125 غرام تقريبا 22 مربع. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان، 100 غرام ديال السكر حبيبات او لا كاس الا ربع كيف ما كتشوفوا، كاس الا ربع ديال العنبه، 2 ورق ديال الجيلاتين، 40 غرام ديال الكاكاو المر اولا 2 معالق كبار، وربعه الماء، ربع لتر من الماء. غناخدو كاسرول غادي ندير فيها السكر مع الماء، ربع لتر من الماء والسكر، ونديرها تغلي فوق النار حتى تغلي مزيان. بالنسبه لاوراق ديال الجيلاتين في هذه الاثناء غادي نديرهم هنايا في الزقوق، نصب عليهم الماء ونخليهم يفزقوا بهذه الطريقه. خصهم يتغمسوا هكا في الماء ونخليهم يفزقوا. ندير السكر ديالي فوق البوطون ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما غلى ليا الماء والسكر اللي درت غادي نزيد عليه الشكلاط، هو سخون باش يذوب ليا الشكلاط، نخليوه كيذوب. نخليوه واحد دقيقه على ما يسخن باش كيذوب. كنزيدوا الكاكاو وكنحركو مزيان حتى كينسجموا. هاد الكلاصاج كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، واخا ما فيهش القشطه راه كيجي زوين. من بعد ما نسجموا لينا غادي نزيدو عليهم الورقه ديال الجيلاتين اللي درنا في الماء، كنعصروهم مزيان من الماء حتى ما يبقاش فيهم الماء، وغادي نزيدهم على الخليط ديالي ونحركوه. غادي نخلي الكلاصاج ديالي حتى يبرد مزيان. ما حدو كيبرد هو كيعقد، ما كيبقاش مثلا بحال دابا هكذا. هو هانتوما دابا كيف كتشوفوا غادي نخليه يبرد وغادي يعقد، وغادي نديرو فوق لا طاغط ديالي.
ما درت لاطاغ ديالي في الكونجيلاتور، راه الكريمه ديالنا جمدات شويه والكلاصاج برد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيجي عاقد. غادي ندير الكلاصاج ديالي فوق لاطاغ. الطريقه كنحاول نغطيها كامله. اللي بغى يستعملوا غاناش يخليه يزيد مازال يبرد وكيعقد تماما. بالنسبه الى لقات شي بليصه ما فيهاش الكلاصاج، مثلا هنايا كنحاول نغطيها. المهم هذا الشيء اللي نزل ليا هنايا بالطريقه. صافي نخليوها واحد 5 دقائق حتى الزائد اللي فيها كيهبط هنايا في التبصير. وعندي هنايا رقائق اللوز حمرتهم، غادي نديرهم في الجناب ديالها. كيف ما كتشوفوا التزيين غندير تزيين بسيط. اي منزل كيتوفر على هاد المكونات ورخاصين، ماشي شي حاجه اللي غاليه، راه كطيح طاقه رخيصه بزاف. لينا الزائد كامل اللي كان في من الكلاصاج ديالنا. هانتوما كيف كتشوفوا راه الظل كيبان، راه جا غزال زوين مغواغ جا فن. غادي نحاول نلصق رقائق اللوز اللي حمرتهم، غادي نحاول نلصقهم مع الجناب بهذه الطريقه. عشوائيا. غادي نستمر بهذه الطريقه كامله حتى نكمل لاطاغ ديالي. ودرت الشكلاط البيض كيدوب، وغادي نكتب هاد الحروف هادو، نكتب شي حاجه في لاطاغ ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما ساليتها كامله دابا نكتب بشكل عشوائي. هذه هي لاطاغ ديالي اللي صايبت كيف ما شفتوا، بخطوات بسيطه ومكونات سهله بزاف واقتصاديه. يمكن لينا نصاوبوا طاغط زوينه بنفس الوقت كنعرفوا شنو فيها وبخطوات سهله. نتمنى تجربوا الوصفه ديالي. واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو والتشجيع باللايك، وما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم بخصوص لاطاغ ديالي. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه اخرى.